هنعمل مع بعض النهاردة التورتاية القمر دي مقاس 18 بتكفي من 8 افراد ل10 افراد، لان هي ما شاء الله عالية والعلو بتاعها كويس جدا، فممكن كمان توصل ل10 قطع مرتاحين جدا. التصميم ده هو كان مطلوب مني يعني كده بالظبط، وانا هوريكم الصورة وانتوا قولولي بقى يعني انا وصلت لنفس الشكل ولا لا. التورتيه حصل لي فيها كام مشكله هقول لكم كده وانا ماشيه في الفيديو. دايما كده ساعات من كتر ما انا ببقى متوتره وخايفه ان انا الحاجه تطلع مني يعني ايه تبوظ او يحصل فيها مشكله او يحصل فيها حاجه، ببقى شد عصبي لدرجه فظيعه. فالتورتيه دي حصل فيها كام حاجه كده، فهحكيها لكم كده واحنا معديين مغامراتي مع التورتات بتاعتي. اول حاجه كده، انا بصراحه شفت فيديو على اليوتيوب، يعني واحده بتشتغل اونلاين وكده، فقالت لي التورته 18 هي بتعملها ب 200 جرام من الدقيق وبالطين وربع كوبايه من الميه ومقلعه من المحسن الجل ومقلعه من الخل مثلا، لا الخام، ما قالتش خل، انا بحط خل مقلعه صغننه كده، وطبعا رشه كده من الفانيليا استايله، بضربهم بالمضرب 10 دقايق لربع ساعه لحد ما يتضاعف حجمهم كده ويعمل زي منقار كده ماسك نفسه. تمام. وبعملها في الصينيه بتاعه الحله بتاعتي او الصينيه بتاعتي اللي هي مقاس 18. الصراحه اما انا كنت بعملها ب3 بيضات وربع كيلو دقيق الاسبونج، كده بتطلع لي من 4 ل5 طبقات على حسب. وكانت بتبقى عاليه جدا وحلوه قوي قوي، وده اللي انا متعوده اعملها لكل اللي انا عملت لهم التورتيه المقاس ده. وده المقاس ده طبعا بيتطلب كتير جدا لانه سعره في متناول الايد وبيكفي عدد افراد كويس، وفي نفس الوقت عاليه وشكلها كويس وحلو قوي. المره دي ما انا حبيت يعني ايه ان انا اعمل لنفسي مثلا ربح شويه. فعملت الحركه دي، بصراحه ما عجبتنيش خالص، طلعت معايا 3 طبقات، مع ان رغم كل اللي بيعمل الوقت اونلاين مش بيعمل اكتر من 3 طبقات، بس مع عملت معايا 3 طبقات حسيت ان هي لا، ان انا في حاجه غلط، انا مش واخده على كده، انا عايزه لا اللي هي العلو اللي انا واخده عليه والشكل اللي انا واخده عليه وكده. كان عندي طبقه في الفريزر بصراحه حطيتها ورجعت ال4 طبقات بتوعي، حسيت ان انا لا علت كده وظهرت ومش عارفه ايه، فعجبتني قوي. فدي غلطه مش هكررها تاني ان شاء الله. بس انا الحمد لله مشيت زي ما انا ماشيه ال4 طبقات، وعملت نفس شغل اللي انا بعمله كل مره الحمد لله. طبعا انا بحب التورتيه من بره ما فيهاش حاجه، يعني شكلها بسيط خالص، يعني ما فيهاش صوصات ولا شوكولاته ولا كده، فانا بحب ان انا احشي الطبقات. حشيتها زي ما شفتوا كده، صوص شوكولاته، مكسرات، صوص كراميل. يعني خليت الطبقات كل حاجه فيها طبقه فيها حشو كده غير التاني. وعملت التجليس اولاني والطبقات وحطيتها في التلاجة من بالليل لتاني يوم الصبح، عملت التجليس اللي هو الاخير اللي انتوا شايفينه ده. وجبت القمع الصغنون كده وبدات ان انا اعمل القلوب بتاعتي. جبت اللون الاحمر وحطيت عليه شويه صغننين كده من الكريم شانتيه وقلبتهم كده عملوا معايا اللون الاحمر. طبعا بعد ما عملت كلمه هابي بيرث دي بصوص الشوكولاته، انا ما كانش عندي لا جيلو شوكولاته ولا كان عندي اللي هو مثلا الجناش. سال وباظ وبهدل لي الدنيا خالص وبوظ الكلمه خالص، والحمد لله اللي انا لحقته في وقت بدري شويه ان انا اقدر ان انا اتصرف. فكان عندي قالب واحد بس شوكولاته خام. الحمد لله ان هو كان عندي ده، يعني ده هو ستر من عند ربنا ان هو كان عندي عشان يخليني اتصرف. ما كانش في وقت اصلا ان حتى ان انا انزل اشتري حاجه تانية او اشتري خامات تانية. فكتبت هابي بيرث دي بالحروف، وده ان شاء الله ان انا هعمله على طول. مش هعمل كتابه غير لما يكون ايه انا واثقه من الشوكولاته بتاعتي، وخصوصا ان الجو اليوم يوم التورتيه ده كان الجو حر جدا 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 بطريقه فظيعه. عملت كده حزام كده احمر. وبعدين كان عنده مش كريسب، هو حاجه صغننه كده حمرا شبه كريسب صغنن كده احمر، رشيته كده عشوائي. وده كانت التورتيه بتاعتنا بتاعت النهارده وقرد النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتعملوا اعجاب للصفحه.